الحقيقة ان الدكتور أيمن نور اللي يعني حضراتكم عارفينه كويس موجود زي كده ما أبو الوليد خالد مشعل موجود فين؟ موجود هناك فين؟ في ماليزيا. بيعملوا ايه؟ خلونا نسمعه منه علشان ما حدش يقول انتوا بتتقولوا علينا. فعلا عايزين نكسر الانقلاب، لكن كمان عايزين نحافظ الا نكسر مصر مع الانقلاب. مش عايزين نعمل زي الدكتور اللي بيقول لك يعني الحمد لله ربنا وفقنا وضحينا بالام والجنين. الحقيقه عايزين نحافظ على الام، وان كان هذا الجنين نعتقد انه من سفاح وليس انتاجا حقيقيا لا للام المصريه لبلدنا، ولا انتاجا حقيقيا للثوره اللي عشنا حياتنا كلها نحلم بيها. وكان ممكن نفقد عدد كبير من اللي موجودين كانوا في الميدان 25، وربما اخرين انا ما شفتهمش لكن كتير منهم شفتهم. كان ممكن نفقد حياتنا من اجل هذه الثوره اللي هي 25. الحقيقه انا مش عارفه هو ازاي كان في الميدان في 25. مش عارفه، مش في صفقه خرجته من السجن ولا احنا مش فاهمين ولا ايه؟ فهو كان في أنهي ميدان؟ الله أعلم. أما إنه يعني بيتكلم على كسر الانقلاب، هو مش هو برضو اللي كان بياكل على كل الموائد ولا إيه؟ مش هو اللي كان بيطلع مع المجلس العسكري ويطبل، ويطلع مع مرسي ويطبل، ولو كان مش متاح وقت المجلس العسكري كان بيبعت ناسه اللي كانوا بيشتغلوا له واللي خانهم بعد كده. أعتقد أن الأوان يعني المحامي الشهير بتاعه وانتوا عارفينه وانا عارفاه بس مش عايزه اقول الاسم، أن الأوان ان الناس دي يعني بقيت صامته عندما كان هو يتحدث بشكل سلبي عنهم عن امرأة ناضلت من أجله وعن هذا المحامي. أن الأوان انهم يقولوا لنا ايه اللي بيعملوا ده بقى؟ طب المرة دي ده من خيرت الشاطر الفلوس ولا من أمريكا؟ احنا عايزين نعرف، لأن أنا مش عارفة وهو قاعد في الجبل في لبنان مين بيصرف عليه؟ هل قاعد في استضافة والاستضافة دي طويلة؟ مش عارفة. طيب خلونا يعني نسمع من الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية. يعني الدكتور سعد يعني أنا بس يعني طبعا حضرتك عندك كل الحق تعلق على كل اللي قاله، بس أنا مستاءة من مفردتين، المفردة الأولى نكسر والمفردة الثانية السفاح. فأرجوك هتعلق لي على المفردتين ولك الحق أنك تعلق كيفما شئت. الأول صباح الخير عليك وعلى فريق العمل وعلى مشاهديك. صباح الخير. أيمن نور، ما تستغربيش المفردات الهابطة اللي هو بيستعملها، لأن هي دي المفردات دايما هي انعكاس لثقافة الإنسان. الإنسان المتربي، الإنسان عميق الثقافة، الإنسان اللي عنده وطنية، دايما ده بيترجمه مباشرة مفرداته وجمل وعباراته. فهذه الجمل السفاح هذه المفردات اللي صعب على كتير من الشعب المصري حتى انه يتقبلها، دي تلائم هذا البني آدم اللي متصور ان هو حاليا جزء من مشهد لصناعة نصر وهمي له ولجماعته. واللي النهارده بيحصل النهارده، لو احنا شفنا من كام يوم كان له لقاء تاني من كام يوم مع في احد البرامج، كان بيقول كلام الحقيقه اسوأ من اللي احنا بنسمعه النهارده. ده متصور ان هو مع توني خليفه. كان متصور ان هم في اجتماعهم اللي كانوا بيعدوا ليه امبارح ان هم دول المجموعات الوطنيه هتجتمع علشان تبحث في امر مصر. وصل الهزل الى هذه الدرجه. فانا الحقيقه لا يجب ان نتوقف كثيرا، لان هو ده نفسه اللي عمل لنا هو ورئيسه المشهد الفضيحه الذي لا يليق بمصر اطلاقا ايام ازمتنا مع اثيوبيا على سد النهضه. هو نفسه اللي ما كانش عنده وفاء حتى لبيته ولعائلته، النهارده بتطالبيه ان يبقى عنده وفاء للوطن؟ لا طبعا. احنا قلنا قبل كده في برامج معاك يا استاذ اماني ان هذا البني ادم
مع الدكتور البرادعي كان الخطه عندما تفقد امريكا ومن وراء امريكا سواء كانت قوى اقليميه ولا دوليه ان هم يستعيدوا عرش الاخوان، ان دي تبقى الورقه النهائيه. يجي هو والبرادعي بحكومه وتعلن ويعترف بيها، لكن لما السيسي ربنا يحميه ويديه العمر لحد ما ينجو بينا من اللي احنا فيه النهارده، انهى القصه بكسر الذراع العسكريه في سيناء اللي كان متوقع انها تبقى الجيش الحر الداعم لهذه الحكومه الوهميه، ثم ذهابه الى المنطقه الغربيه للمره الثانيه هذا الاسبوع لترتيب والتاكد من رفع الكفاءه القتاليه لسد الثغره الثانيه في الوطن. انا بعتقد ان هم النهارده كل اللي بيتكلموا فيه وكل اجتماعاتهم هي عباره عن اجتماعات وهم في وهم، ولا يجب ان احنا نعول كثيرا. خدي بالك، كلما اقتربنا من اعاده محاكمه مرسي، كلما اقتربنا من تنفيذ اولى خطوات خارطه المستقبل اللي حطها الشعب المصري كله، واعتقد اللي هو الدستور، مشروع الدستور. كلما اقتربنا من 25 يناير، لانهم يعني او هم متصورين ان 25 هي ثورتهم وان الجيش سرقها. هذا وهم في وهم في وهم. فلا يجب ان تتوقفي كثيرا وخففي عنك حزنك والشعب المصري كله الحقيقه من اللي بيقولوا هذا الفشل الموجود. شوفي، هذه نبته شيطانيه مش لوحده، كتير من الناس اللي خرجوا او لا زالوا يعملوا في مفاصل الدوله للاسف. هذه فسائل لن تدوم، وانا بعتقد ان بعد 14 و15 يناير القادم، بعد ما هيطلع الشعب، وانا متوقع انها تزيد عن 70% المأمولة، الدنيا هتتغير، لان هم الان في النفس او في النزع الاخير. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.